السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بيكم في قناة فهم الذات. في الشرح ده النهاردة هناخد رحلة هادية وعميقة جدا جوه عقولنا عشان نفهم حاجة بتمسنا كلنا تقريبا. يا ترى بنلاقي نفسنا بنفكر في كلمة قلناها من ساعات، أو يمكن موقف حصل وانتهى خلاص بس عقلنا رافض يسيبه ينتهي؟ يا ترى بنراجع الرسائل بعد ما بنبعتها مرة واتنين وعشرة، وبنسأل نفسنا طول الوقت إحنا ليه قلنا كده؟ هما كان قصدهم إيه؟ هل إحنا غلطنا؟ هل كان المفروض نتصرف بطريقة تانية؟ الحقيقة إن كتير مننا بيعيش جوه الدوامة الصامتة دي، والنهاردة إحنا هنا عشان نفكك الحالة دي، مش عشان نحكم على نفسنا خالص، لكن عشان نفهم الجذور الحقيقية اللي وراها. لأن التفكير الزايد مش دايما بيكون دليل على الذكاء أو العمق، أحيانا كتير بيكون مجرد محاولة خفية من العقل عشان يحمينا من ألم قديم. خلينا نسأل نفسنا، هل بنلاقي نفسنا أحياناً مش قادرين نتجاوز موقف خلص وانتهى؟ الموقف في الواقع خلص، بس هو لسه بيبدأ جوه دماغنا. بنعيد تشغيل شريط المحادثة من الأول ونتخيل ردود تانية أحسن كان ممكن نقولها، ونبدأ نتساءل عن النوايا المستخبية ورا كل نظرة وكل كلمة اتقالت. بنستهلك طاقة كبيرة جدا في إننا نحلل نبرة صوت عابرة أو تعمير وش بسيط، ونحاول نفك شفرة حاجة غالبا ما كانش ليها أي معنى خفي من الأساس. العادة المستمرة دي مش مجرد تذكر للموقف، دي محاولة مرهقة جدا لإعادة كتابة ماضي مستحيل يتغير. تخيلوا معايا السيناريو اليومي اللي كلنا بنمر بيه. بنكتب رسالة لشخص ما وندوس إرسال، وفجأة عقلنا يشتغل بأقصى سرعة. بنبدأ نراجع صياغة الكلام، هل الكلام كان جاف شوية؟ هل استخدمنا الكلمات الصح؟ ولو رد اتأخر دقايق بس القلق بيبدأ يتسحب جوانا. هل إحنا زعلناهم؟ هل بيتجاهلونا؟ هل فهموا كلامنا غلط؟ رسالة بسيطة كان المفروض إنها وسيلة تواصل عادية بتتحول فجأة لمصدر توتر وانتظار تقيل، وكأننا مستنيين حكم محكمة مش مجرد رد على رسالة. النقطة الجوهرية هنا هي إننا غالباً بنعذب نفسنا من غير ما نحس. إحنا هنا مش بنفكر عشان نفهم، إحنا بنحط نفسنا جوه قاعة محكمة داخلية قاسية جداً عشان نسأل باستمرار، هل إحنا غلطنا؟ هل كان المفروض نتصرف بطريقة تانية؟ الجلد المستمر ده للذات بيخلي أبسط المواقف اليومية تبان وكأنها اختبارات مصيرية مرعبة خايفين نسقط فيها. بنتحول لقضاة قاسيين ما بيرحموش أي زلة، وبننسى تماماً إن الخطأ ده جزء طبيعي وأساسي من إنسانيتنا. القسم الأول معانا هو دوامة التفكير الزايد. خلينا نشوف إزاي الفكرة دي بتتبني، ونفهم إن ده مش ذكاء لكنه فخ بندخل فيه من غير ما نحس. في فرق حقيقي والجذري محتاجين نوضحه. التفكير الصحي والفعال ده أداة بنستخدمها عشان نحل بيها مشكلة، وبمجرد ما بنوصل للحل بنوقف تفكير وبنحس براحة. يعني تفكير له بداية وله نهاية وله نتيجة. لكن التفكير الزايد بقى ده عبارة عن دايرة مقفولة من القلق. العقل بيقعد يعيد نفس الأسئلة مرات ومرات من غير ما يدور على حل حقيقي ومن غير ما يلاقي أي سلام. زي بالظبط الشخص اللي بيجري على مشاية رياضية، بيبذل مجهود جبار وبيعرق وبينهج، بس في النهاية هو ما اتحركش خطوة واحدة لقدام. بكل تعاطف محتاجين نفهم المعنى ده. التفكير الزايد مش عيب أو خلل، ده درع العقل اللي بيحاول ولو بشكل غلط إنه يحمينا. العقل بيحاول يتجنب ألم أو رفض أو خذلان إحنا عشناه قبل كده، فبيقنعنا إننا لو فكرنا في كل الاحتمالات السيئة من بدري مش هنتألم لما تحصل. العقل هنا فاكر إنه بيعمل دور الحارس الوفي، بس هو مش واخد باله إن الحذر الزايد ده بيمنعنا إننا نعيش الحياة نفسها. طيب خلينا ندخل على القسم التاني وهو الجذور الخفية للقلق. إيه اللي بيخلي عقل إنسان يحس إنه محتاج يحلل كل حاجة بالشكل المستمر ده؟ لما بيكون الإحساس بالأمان الداخلي ضعيف، الدماغ بيتدخل وبيحاول يحلل كل تفصيلة صغيرة عشان يأمن المستقبل. الخوف ده غالباً بيكون جاي من طفولة قاسية كان بيعتبر فيها الغلط البسيط كارثة ولازم نتعاقب عليها. فالإنسان بيكبر وهو حاسس إن العالم ده مكان مش آمن وما بيرحمش اللي بيغلط. ولما بنفقد الإحساس إن الأمور هتمشي وتكون كويسة لوحدها، عقلنا بيحاول يسيطر على كل كبيرة وصغيرة عشان يعوض النقص العميق ده في الأمان. خلينا نتخيل كده طفل بيكبر في بيت كله توتر وانتقاد طول الوقت. الطفل ده عشان يقدر يعيش ويتجنب المشاكل والتوبيخ بيطور جواه رادار حساس جدا. بيتعلم ازاي يقرأ تعبيرات الوشوش بدقة، ويلاحظ أي تغيير بسيط جدا في نبرة الصوت. بيسأل نفسه، هل بابا متعصب النهاردة؟ هل ماما متوترة؟ ولما الطفل ده بيكبر الرادار ده ما بيختفيش، بيفضل شغال معاه، وبيبقى حساس جدا لأي تغيير بسيط في سلوك الناس اللي حواليه، يحلل سكوتهم ويفسر نظراتهم، ودايما في حالة طوارئ مستني حاجة وحشة تحصل. والموضوع مش مقتصر بس على الطفولة، كمان التجارب العاطفية الصعبة والتعرض للخذلان أو الخيانة بتخلي العقل مصحصح ومترقب طول الوقت. العقل في الحالة دي بيقول إحنا اتوجعنا قبل كده ومش هنسمح إن ده يحصل تاني أبداً.
وعشان كده الإنسان بيبقى مفرط في الحذر وبيتوقع الأسوأ دايماً كنوع من الدفاع عن النفس عشان يتجنب الألم. لو حد اتأخر في الرد، العقل يبدأ يكتب سيناريوهات عن الرفض، ولو نبرة حد اتغيرت، العقل يعلن حالة الطوارئ فوراً. وصلنا للقسم الثالث وهم السيطرة والمثالية. خلينا نفهم إزاي الفكرة دي بتوهمنا إن التفكير بجهد أكبر هيدينا سلطة حقيقية على المستقبل. الحقيقة هي إن العقل في وقت التفكير الزائد مش بيدور على الحقيقة خالص، هو بيدور على الطمأنينة، بيحاول بأي شكل يتوقع كل نتيجة ممكنة عشان يتجنب إنه يفقد سلامه الداخلي. الإنسان بيحاول يتوقع كل احتمال عشان ما يتفاجئش، وهو فاكر إنه كده بيحمي نفسه. بس المفارقة المحزنة فعلاً هي إن المحاولة اليائسة دي للسيطرة على حاجات إحنا أصلاً ما نقدرش نسيطر عليها هي بالظبط اللي بتسرق مننا السلام الداخلي في اللحظة اللي إحنا عايشينها دلوقتي. مفيش حد يقدر يسيطر على المستقبل بمجرد إنه يفكر فيه كتير. النقطة المهمة جدا هنا هي لما بنربط قيمتنا إحنا كأشخاص بالنتائج اللي بنحققها. لما ده بيحصل، أي قرار بسيط بيتحول لتقييم مرعب لينا. لو نجحنا بنحس إننا نستاهل ولينا قيمة، ولو فشلنا بنحس إننا ولا حاجة وما نسواش. عشان كده بنفكر 1000 مرة قبل ما ناخد أي خطوة، في حين إن التفكير الصحيح بيخلينا ندرك إن قيمتنا كبشر ثابتة وما بتتغيرش لمجرد إننا غلطنا أو مرينا بفشل مؤقت. الغلط ده مجرد حدث بنمر بيه، مش هوية بنلتزق فيها. في القسم الرابع هنتكلم عن الثمن النفسي الصامت، الواقع المتعب جداً والمستنزف لأي إنسان بيعيش بالكامل جوه دماغه. بنشوف ده كتير في تفاصيلنا اليومية. تلاقي شخص بيبعت رسالة عادية جدا وبعدين يمسك التليفون ويقراها 10 مرات وهو خايف تتفهم غلط. أو شخص تاني بيعتذر بشكل مبالغ فيه جدا على أبسط الحاجات، وده لمجرد إنه خايف دايما يكون تقيل أو عبء على اللي حواليه بسبب تحليله الزيادة لكل حركة بيعملها. ده إرهاق ملوش آخر، بنحاول فيه نحافظ على صورة مثالية أصلا مش موجودة في الواقع. قرار عادي جدا في يومنا زي هنخرج فين أو هنرد إزاي على إيميل الشغل أو حتى هنشتري إيه فجأة بيتحول لأزمة كبيرة جدا تطير النوم من عينينا طول الليل. العقل يقعد يقلب في ذكريات قديمة ويسأل أسئلة ملهاش نهاية. العقل اللي عمال يدور على أمان مطلق ده في الآخر بيخلي صاحبه اللي اتحرم من أبسط حقوقه في الراحة والنوم الهادي. الآثار هنا بتكون تقيلة جداً ومؤلمة، إرهاق نفسي عميق، صعوبة نوم وأرق مزمن، خوف رهيب من أي خطوة، وعلاقات بتبوظ بسبب التفسير السلبي المستمر لأي كلمة بتتقال. التفكير الزائد ممكن يبان من بره إنه حرص واهتمام بالمستقبل، بس هو في الحقيقة استنزاف داخلي بيسرق مننا اللحظة اللي احنا فيها وبيفقدنا عفويتنا تماماً. بيخلينا نعيش في احتمالات لا حصلت ولا هتحصل. جسمنا بيكون حاضر بس عقلنا مسجون في معارك وهمية. القسم الخامس والأخير هو خطوات هادية نحو التعافي. إزاي نقدر نتعامل مع العادة دي بدون إحكام ونرجع الهدوء لعقولنا؟ خلينا ناخد خطوة لورا. المرة الجاية اللي نلاقي فيها عقلنا غرقان في التفكير، خلينا نقف لحظة ونسأل نفسنا بصدق، هل التفكير ده بيحل المشكلة بجد ولا بس بيعذبنا بيها؟ تاني حاجة، محتاجين نطلع الأفكار دي من الضلمة اللي جوه دماغنا ونكتبها على الورق. الورقة بتسحب شحنة القلق المكتومة. وتالت حاجة، نرجع للحاضر، نركز على نفسنا ونحس بجسمنا وننتبه للي إيدينا بتعمله في اللحظة دي بالذات. مش كل فكرة تيجي في وقت القلق لازم نصدقها. مهم جدا نفضل فاكرين القاعدة دي. لازم نبطل نحول عقلنا لمحكمة مستمرة نحاسب فيها نفسنا على كل همسة وكل حركة. محتاجين نتعلم إن في أسئلة مش محتاجة إجابة فورية دلوقتي، وإننا نسمح لنفسنا نغلط. ده مش فشل أبداً، ده الشرط الأساسي عشان نكون بشر طبيعيين. مش كل احتمال سيء يستاهل إننا نعيش جواه وندفع ثمنه من أعصابنا قبل حتى ما يحصل. وفي النهاية لازم نعرف إن المبالغة في التفكير عمرها ما كانت معناها إننا ضعاف أو غريبين. ده معناه ببساطة إننا ناس تعبنا من المفاجآت اللي بتوجع، وعقولنا مرهقة وبتحاول تحمينا، فبقت بتحاول تسبق كل حاجة بالتحليل. هو دفاع عن النفس، بس للأسف دفاع بيستنزفنا. محتاجين دايما نفتكر إن الحياة رحلة بتتعاش بره، ومستحيل تتعاش كلها جوه أسوار العقل المقفولة. ولما يبدأ القلق يتسحب تاني جوانا، خلينا نكلم عقلنا بهدوء ونقول له شكراً لأنك تحاول حمايتي، لكنني لا أحتاج أن أعيش كل الاحتمالات قبل أن تحدث. أحتاج فقط أن أعيش هذه اللحظة. دي الطريقة اللي بنعيد بيها برمجة العقل عشان يتحول من حارس مرعوب شايف الخطر في كل مكان لرفيق هادي بيسمح لنا نجرب الحياة بعفويتها.
يمكن التفكير الزائد ما بيوقفش في يوم وليلة، بس إحنا نقدر نبدأ نلاحظ اللحظة اللي التفكير فيها بيتحول من مجرد فهم للجلد للذات. السؤال اللي محتاجين نسيبه في تفكيرنا النهاردة هو إيه السيناريو الوهمي اللي هتختار تتخلى عنه النهاردة عشان تعيش لحظتك بسلام؟ لو الكلام ده لمس حاجة جواكم اكتبوا لنا في التعليقات، أنا أحاول أن أهدأ. وما تنسوش تشتركوا في قناة فهم الذات، لأننا هنا مش بنحكم على نفسنا أبدا، إحنا بس بنحاول خطوة بخطوة نفهمها. شكرا لوقتكم وإلى اللقاء.